لو كنت مكانك في الثانويه العامه كنت هبعد عن الثلاث حاجات دول تماما. اول حاجه وهي انك ممكن تقعد مع نفسك كده تتخيل سيناريوهات صعبه وممكن تبقى مستحيله كمان، وانك ممكن ما تجيبش مجموع وتقعد تحبط في نفسك كده وتفكر بطريقه سلبيه كده ممكن تاثر عليك من قبل ما تبدا السنه اصلا او قبل ما تبدا الامتحانات. فلا، اوعى تعمل كده، وخليك واثق في نفسك وفي ربنا اولا. تاني حاجه غلط وما تعملهاش في الثانويه العامه، وانك يا معلم مثلا دخلت الامتحانات دلوقتي امتحانات وامتحنت ماده وخلصتها، اوعى تراجع او تفكر في الماده دي بعد كده. خلاص شيلها من دماغك، فكر في الماده اللي بعد كده. يعني حليت حلو بقى او حليت وحش، خلي الحل ده لنفسك انت بس. مش لازم يعني تروح تقول لكل الناس انك حليت حلو او حليت وحش، لا خليه لنفسك انت بس. واهم نقطه هنا انك بلاش ابدا تراجع، بلاش تراجع امتحاناتك، بلاش تراجع اي اجابات انت حليتها في الامتحان. في الاول والاخر المراجعه دي مش هتزود لك حاجه ولا هتضيف لك حاجه، سواء بقى حليت حلو حليت وحش مش هتضيف لك حاجه. بالعكس، انت لو لقيت نفسك غلطان في سؤال ولا اتنين فده اصلا ممكن يضايقك انت، ممكن ما يخليكش كده من جواك انك عارف تركز في الماده اللي بعد كده. تالت حاجه بقى واخر حاجه، وهي انك ممكن تقارن نفسك بالناس بزمايلك مثلا حواليك. تشوف مثلا ده حل حلو وده حل وحش، تبدا انت بقى تقارن نفسك كده وتشوف مثلا انت غلطت في ايه. تبدا بقى تعمل اللي هو زي جلد الذات كده بينك وبين نفسك، وتبدا بقى انك تفقد تركيزك. لازم تبقى عارف ان مش كل الناس زي بعض، ما ينفعش تقارن نفسك ما بينك وبين اي حد تاني مثلا من زمايلك او معاك. ولو فعلا عايز تجيب مجموع اعمل الثلاث حاجات دول اللي قلت لك عليهم.